صباح الفل وصباح الجمال وصباح الياسمين وصباح كل حاجة حلوة. طبعا هو اليوم بيبتدي كده. انتوا كلكم وحشتوني قوي، شكرا لكل الناس اللي سألت عني، كنت تعبانة تقريبا في دور كحة كورونا كده، خلوا بالكم منه يعني. اليوم بقى بينتهي كده زي ما انتوا شايفين. انا دخلت البيت عادي، وبما اني تعبانة بقالي حوالي اسبوعين فلقيت ريسبشن كده، مع اني امبارح مظبطه فيه شويه حاجات، بس دول شويه غسيل على شويه كوتشيات مكان الدروس وشويه برضو مليكه كانت بترسم وهكذا يعني. واوعي اوريكم الثبات الانفعالي اللي انا بعمل لكم صوت الفيديو بيه، انا رقعت بالصوت ولطمت على وشي لما شفت المنظر ده. ايه ده؟ منظر لا يسر العدو ولا حبيبي يا اختي انت وهي. كانش الواحد عيل ويومين، هم مش يومين، هم كتير، بس برضو ما كنتش سايبه الدنيا كده. لا يعني كنت بقوم اتحرك، يعني بنجيب اكل من بره بس مش كده. وطبعا بقى يعني شايفين لما يبقوا عارفين ان هم مقطعين ورق الكراريس دي كلها المتقطعه، يا ولاد الدراسه لسه بادئه، قطعوا الكراريس الجديده. طبعا هم دلوقتي كلهم همه ونشاط، يلا يا مامي ننضف، يلا يا مامي ننضف، بتوسخوا ليه يا اخويا انت وهو لما يلا يا مامي ننضف. انا مش هتكلم اكتر من كده عشان ابان ان انا ام ايجابيه. عايزه اعيط مش قادره. عايزه اقول لكم الحمد لله النهارده احسن بكتير، لسه بكح شويه بس تهمية الجسم والتكسير والحاجات اللي كون جستيل بيعملها دي رقت شويه. نحمد ربنا على نعمه الصحه ونبدا بقى الروتينات الجميله بتاعتنا، وان شاء الله هحاول مش هغيب عنكم تاني. ولو اني عندي كميه معارض الاسبوعين الجايين دول يا ولاد يا نهار ابيض. انا يوم المعرض ده بيبقى من 10 الصبح ل10 بالليل، وقبلها جمعات مفيش اجازات، بس هحاول اخدكم معايا حتى في الشغل. ما بحبش طبعا اصور جوه الشركه عشان ما ادخلش الامور كلها في بعضيها، حتى لو هتصور وانا في ايفنتات ما بحبش اصور الشركه نفسها عشان مش حابه يعني الصراحه. فهحاول الفتره الجايه لو في معرض هطلع لكم لايف من المعرض واوريكم الشغل بتاعنا ماشي ازاي. هنرتب بس الريسبشن وندخل نعمل الاكل جري عشان هموت من الجوع. ايوه رتب يا ولا، رتب يا واد يا مرتب ايوه شوف الواد لما انت عارف ان هي بتتعمل سامبوكسات مش بتعملها ليه وانا مش موجوده؟ حسبنا الله فيا مش فيهم طبعا. ولابسين لابسين وايه انتوا بتغيظوني. لابسين النضارات والبورنطات. طبعا دي مش المسحه، مش الحاجه الاساسيه يعني، فالمفروض طبعا احنا نشيل ونعمل، بس ما فيش وقت يا امي. نحن دي حياه الموظفات العاملات. طبيعي يكون في شويه تقصير على شويه تقصير برضو على شويه تقصير برضو، يلا الحمد لله. الواحد ما بياخدش كل حاجه في حياته. ارقص يا حبيبي، لمي يا روح قلبي، شوف النظافه يا ناس. ده انا اللي موسخه البيت. انا موسخه البيت كله اصلا، يعني عيالي بينظفوا، انا اللي موسخاه. مش هتكلم ده لقيتهم مطلعين المراوح وحاجات غريبه. انا رقعت بالصوت ولقيت ده جاي يقول لي خد يا كنت لسه عايزه ارقع عليكم بالصوت، لقيت ده بيقول لي خد يا مامي دي هتبقى حلوه عليكي النضاره. رحت عيطت، غسلت وشي بقى ودخلت غيرت هدومي ولبست لبس الشغل. هحاول يعني زمان كنت بطلع لكم بكل هدوم الخروج في المطبخ، هحاول بقى احافظ شويه على هدوم الخروج عشان ايه يعني نخلي حاجه مش ريحتها طبيخ، انتوا فاهمين يعني، مش هشرح اكتر من كده. هنعمل شويه مكرونه على شويه كبده. بالمناسبه الصلصه اللي كنت عاملاها معاكم قبل كده خلصت، والمكرونه دي انا سلقه 3 اكياس مكرونه بقالهم ده 5 يوم تقريبا ليهم او ربع يوم، وزي الفل حرفيا بالهنا والشفا كلناه وجميل. وده البوتاجاز احب اعرفكم عليه لو انتم مش عارفينه يعني، بوتاجاز الجميل. عايزه اقول لكم اكتر حاجه بتوسخ البوتاجاز عندي الرده. وليه؟ لان انا وولادي بنحب العيش متحمص على البوتاجاز، ما بنحبش تحميص الفرن ولا تحميص الميكرويف، فدي كارثه عندي في البوتاجاز. مع شويه طرطشه اي حاجه كده على شويه رده بتعمل منظر مش لطيف خالص. فعشان خاطر الدنيا تبقى سليمه، وعشان شقتك وانتي موظفه او انتي عندك مشغوليات كتير او بتنزلي عند حماتك او قاعده في بيت عيله ومش فاضيه، لازم اول باول ايدك في البوتاجاز. فانا قبل ما اطبخ غسلت البوتاجاز عشان بعد ما اطبخ لو نقطتين متطرطشين كده ولا كده امسحهم بالفوطه وخلاص على كده. والناحيه التانية كنت بغسل اللي هم الزهر دول، اسمهم ايه، الحوامل ولا ايه، معرفش، حوامل ان شاء الله.
بس يا جماعه هنا الحاجات دي بتوفر عليكي وقت وبتوفر عليكي. بصي هي مش بتوفر عليكي وقت، هي طبعا واخده من وقت الاكل دلوقتي، بس هما ايه 5 دقايق قبل الاكل هيدوكي احساس بالنظافه. 5 دقايق قبل الاكل للبوتاجاز، و5 دقايق للريسبشن، حوالي 10 دقايق بالكتير، ربع ساعه. ما تاخرناش قوي في الاكل، وفي نفس الوقت الشقه نظيفه تمام. الاوض بنخلي كل عيل يعمل سريره بعد ما يقوم، ولو في شويه حاجات كده في الارض ايه بالمقشه كده وانتي ماشيه. وكده كده البيت اللي فيه عيال الالعاب ما بتخلصش من الارض. شويه كبده بقى وشويه مكرونه. المكرونه بشوح لها فص توم، والكبده زي ما انتوا عارفين معلقتين كبار سمنه بلدي، وبحط عليهم الكبده اجزاء عشان خاطر ما تنزلش ميه، تبقى تاخد صدمه كده. هنصفي الطماطم، مش عارفه ليه ساعات بحبها متصفيه وساعات ما بدقش. وندخل على الكبده. بصوا المكرونه التجهيزات بقى والحاجات دي عايزه اجهز فيديو تجهيزات رمضان، مش قادره اقف، مش ما حدش يكسب فيا ثواب ويجيب لي الحاجات متفرزه. سمر انا شفت الفيديو بتاع التفريز، ما تكسبيش فيا ثواب وتجيبي الحاجات دي نصها يعني بالهنا والشفا طبعا على اولادك، بس انا اختك ودول ولاد اختك، واختك تعبانه مش قادره. تجيبيش نص التفريزات وتيجي، هحبك لو جيتي على فكره. ما علينا، زي ما قلت لكم بالتدريج. منوره يا معلم عجه. كيف اقول لهم كلمه بسرعه؟ تنوري يا سمر، انتي قلبي. تنور لوحدها. طبعا مالك ما خدتش بالها ان احنا بنشحت على الهوا. طبعا دي مش شحاته، ده افيه. ومالك بقى، مالك عاوز شوكليت كيك وعايز موتشي، واللي ورا ده دقيق رز. وهعمل بعد الاكل ده لو كان فيها حيل يعني، بعد ما اتغدى هعمل موتشي وهعمل شوكليت كيك ان شاء الله يعني. وطبعا طبعا طبعا هصورهم وانزلهم. جماعه خلوا بالكم من دور الكحة عشان مميت. شوية كبدة وكلاوي يا بنت يا مليكة، هناكل ونشبع موت. يلا تعالوا كلوا معانا، بجد وحشتوني وهتوحشوني. هحاول اطلع لكم كل يوم، مش هغيب عنكم تاني ابدا. ونشوفكم في فيديو جديد انا ومليكة، ونقول ايه لولي؟ باي.